يا صباح القمر عليكم. بصوا بقى، مش هتكلم خالص، اظن المنظر يتحدث عن نفسه. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، حاجه كده تخطف القلب بصراحه. الشوكولاته دي محدش بيقدر يقاومها، ولا كبير ولا صغير. هنعمل النهارده فطيرتين احلى من بعض، الاتنين احلى من بعض. هنعملهم بالسكر واللبن، هنعملهم بالجلاش من غير لت ولا عجن، يعني هنوفر عليكي وقت وكمان مجهود. هتعمليهم في الفطار هيبقى احلى فطار، هتعمليهم في العشاء هيبقى برضو احلى عشاء. سهلين جدا وبساط جدا وما بياخدوش اي وقت، لاننا هنعملهم في الطاسه على طول، يعني مش هندخل فرن ولا نستنى نتيجه فرن. احنا على طول هنعملهم في الطاسه على البوتاجاز من فوق على طول. بس الاول نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. انا جبت الاول كوبايه من اللبن، وحطيت فيها معلقتين من السكر، او على حسب السكر اللي انت تحبيه، وركنتهم على جنب. لبن عادي جدا بحراره المطبخ. انا مش عايزه اللبن يكون سخن عشان ما يعجنش الفطيره معايا، هو كفايه ان هو يكون بارد بحراره المطبخ بس، فقط لا غير. بعد كده بقى جبت لفه من الجلاش، ولازم طبعا الجلاش زي ما احنا عارفين يكون طازه، بيدينا نتيجه كويسه جدا. لكن لو عندي لفه جلاش مركونه مفيش اي مشكله، او حتى لو مكسره مفيش اي مشكله. اهم حاجه خلي ورق الجلاش اللي في اول الفطيره سليم، واخر ورقه خليها سليمه. بعد كده في النص ممكن احط اي ورق جلاش، اي ورق مقطع بقى مكسر عندي ممكن احطه في النص. هجيب بقى طاسه وادهنها سمنه، ادهنها سمنه كويس جدا. انا معايا نص كوبايه من السمنه مسيحيها، واروح جايبه ورق الجلاش اللي معايا، احط نص الورقه في الطاسه والنص التاني بره الطاسه، وكل ورقه احطها في الطاسه هدهنها كويس جدا بالسمنه. انا حطيت في الطاسه معايا 7 ورقات، وكان معايا ورقه مقطعه رحت مقطعاها وحطيتها في نص الفطيره، ومعايا كمان ورقه ركناها على جنب هقفل بيها الفطيره في الاخر. يبقى انا كده حاطه 9 ورقات بالظبط في الفطيره. بعد كده بقى هاجي اقفل الفطيره، هاخد الورق اللي انا سايباه بره الطاسه هطبقه ورقه ورقه، وكل ورقه برضو هدهنها كويس جدا بالسمنه، لان كل ما بدهنها كويس بتديني فطيره مورقه، بتبقى الفطيره زي اللي بتجيبيها من عند الفطاطري كده بالظبط. زي ما انتوا شايفين معانا كده بالظبط. انا ما سبتش حته من غير ما دهنتها بالسمنه، دهنتها بالسمنه كويس جدا. بعد كده بقى جبت الورقه اللي انا ركناها، الورقه اللي انا هغطي بيها الفطيره كلها، هاخدها زي ما انتوا شايفين كده الفها حوالين الفطيره، وانزل نصها لتحت، انزل الحروف بتاعتها كده لتحت عشان اقفل بيها الفطيره، تبقى الفطيره متقفله معايا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد ما اقفل الفطيره تقفيله كويسه كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، هروح جايبه السمنه اللي معايا واروح دهنه وش الفطيره بيها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ندهن الفطير كويس جدا عشان تطلع معانا فطيره مورقه وزي العسل. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز. اول بقى ما بحط الطاسه على البوتاجاز بروح مهديه النار جدا، تهدي النار جدا عشان قلب الفطيره يبقى مستوي معاكي، ما تبقاش متشعوطه من تحت وقلبها يكون بيشد. وممكن كمان بعد ما تهدي النار عليها تروحي مغطياها، تغطيها عشان تتاكدي ان هي استوت كويس من جوه. وكل شويه تروحي لفيها، تلفي الصينيه او تلفي الطاسه حوالين النار عشان تستوي من كل ناحيه. بس اهم حاجه انك تلفيها كويس جدا. ولو حسيتي ان هي محتاجه سمنه ممكن تديها معلقه سمنه. انا نسيت اقول لكم صحيح ان انا بعد ما حطيت الورق مكسر في قلب الجلاشه او في قلب الفطيره، رحت حطيت لها شويه صوص شوكولاته. صوص شوكولاته اللي هو الصوص الاقتصادي اللي احنا بنعمله في الخلاط، اللي هو عباره عن لبن وكاكاو وسكر وزيت. المقادير زي بعضيها، او بقى لو حابه تحشيها جناش شوكولاته او تحشيها نوتيلا او تحشيها مربى زي ما انت عايزه، اي حشوه تحبيها احشيها في الفطيره مفيش اي مشكله. بعد كده بقى اجيب كوبايه اللبن اللي انا مدوبه فيها معلقتين من السكر، واروح ساقيه بيها الفطيره، واروح مغطياها بقى واركنها على جنب لما اعمل الفطيره التانيه. والفطيره التانيه برضو حضرت لها في الاول كوبايه لبن وحطيت فيها معلقتين من السكر، وركنتهم على جنب لحد ما اعمل الفطيره، وبعد كده ابقى اسقيها باللبن والسكر. بعد كده هجيب الطاسه واديها دهنه كويسه من السمنه، واجيب باقي نص لفه الجلاش، وزي ما عملت في الفطيره الاولانيه برضو هعمل في الفطيره التانيه. هاخد نص الورقه جوه الطاسه ونص الورقه بره الطاسه، وهكذا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، زي ما عملنا في الفطيره الاولانيه بالظبط. وادهن سمنه كويس جدا. وعلى فكره السمنه اللي معايا هنا مش كتيره، هو كلها نص كوبايه سمنه بس، مفيش زياده عن كده. بس احنا عشان بندهن بالفرشه فبتتوزع توزيعه صح، وبيبان ان هي سمنه كتير، لكن هو كل الحكايه نص كوبايه مش هنعديها باذن الله. بعد كده بقى في نص الفطيره جبت برضو لو عندي اي ورق جلاش مقطع او ورقه مكسره، واروح حطها في نص الفطيره. بعد كده رحت جايبه شويه مكسرات، اي بقى مكسرات موجوده عندك، فول سوداني، جوز هند، زبيب، اي مكسرات موجوده عندك، او اي حشوه طبعا انت تحبي تحشيها للفطير، يعني تحبي تحشيها مهلبيه، تحبي تحشيها كاستر، تحبي تحشيها نوتيلا زي ما قلت لك. اي حشوه بقى عندك، ممكن كمان تعمليها حادقه وتحشيها جبن، بس في الحاله دي بقى ما تحطيش سكر في اللبن.
بعد كده بقى نروح مقفلين على الفطيره بتاعتنا ورقه ورقه، وكل ورقه نروح برضو دهنينها سمنه. كل ورقه من ورقه الجلاش نروح قلبينها ونروح دهنين فيها سمنه. ناخد طبعا الورق اللي بره بندخله على الفطيره من جوه زي ما انتوا شايفين معانا كده بالظبط. وطبعا احنا شايلين ورقه للاخر هنقفل الفطيره بيها زي ما انتوا شايفين معانا كده. بنجيب من بره لجوه ونروح دهنين سمنه، من بره لجوه نروح دهنين سمنه، ونلم بقى الجلاش كله معانا زي ما انت شايفه كده، ونروح بقى دهنين السمنه. ونجيب بقى الورقه الاخرانيه اللي احنا شايلينها نقفل بيها الفطيره من بره. وممكن كمان نعملها فطاير صغيره، يعني ناخد كل ورقتين كده مع بعضيهم وندهنهم ونطبقهم مع بعض نعملها فطاير صغيره. بس احنا كده عاملين فطيرتين وسط من لفه الجلاش، عاملين فطيرتين حلوين يعني. لكن لو عايزه تصغري عن كده ممكن كل ورقتين مع بعضيهم تلفيهم بعد ما تدهنيهم طبعا، وتروحي عاملاهم فطيره لوحدهم بالحشوه طبعا اللي تعجبك. ان شاء الله ممكن نبقى نعملها في فيديو تاني باذن الله. بعد كده بقى ناخد الفطيره بتاعتنا برضو على النار ونهدي عليها النار ونلفها بقى، نلفها كل شويه علشان تستوي من كل الجناب. وطبعا لو احتاجنا معلقه سمنه ممكن نحط لها زي ما احنا متفقين. وطبعا بنشوفها الاول، لو لقيناها استوت من تحت بنروح قلبنا. طبعا احنا مهديين النار عشان قلب الفطيره يبقى مستوي معانا. بعد بقى ما بتستوي الفطيره معانا بنروح ساقينا اللبن ده بارد، اللبن ده بارد بحراره المطبخ، بس عشان نزل على الطاسه وهي سخنه فعشان كده بيطلع بخار. وكمان بنحطه بعد ما بنكون طافينه على النار، ما نحطوش بقى وهي على النار عشان الفطيره ما تعجنش معانا. بعد ما نطفي نروح حاطين اللبن واللبن يكون بارد. بس عايزه اقول لكم الفطيره دي بقت ام علي، عارفين ام علي هي بالظبط يعني. وكمان ممكن ترش على وشها سكر بودره، بس انا بصراحه حسيت ان هي مسكره كده كويس، السكر بتاعها كده مظبوط قوي. حابه تحطي سكر بودره على وشها حطي، مش حابه خلاص براحتك مفيش مشكله. انا بصراحه حبيت طعمها كده، حسيت ان هي كده سكرها مظبوط ومش محتاجه اي سكر تاني. لكن انت طبعا لو حابه تحطي لها اي سكر من على الوش، او حابه تحطي لها اي صوصات، يعني تحطي لها صوص شوكولاته صوص كراميل اي حاجه براحتك طبعا، الحاجه اللي انت عايزاها. بعد كده بقى نقطع الفطير بتاعنا ونشوفه بقى من جوه عامل ازاي. الفطير بجد شكله تحفه، وخاصه الفطيره ام الشوكولاته دي. بصوا بقى الشوكولاته دي يعني حاجه تخطف القلب كده. الواحد ساعه ما بيشوف حاجه فيها شوكولاته بصراحه ما بيقدرش يقاوم ابدا زي ما انتوا شايفين معانا كده. لا بجد الشوكولاته وهي بتبظ كده بجد حاجه تخطف القلب. يلا بسرعه لو عندك لفه جلاش طلعيها واعمليها وان شاء الله هتعجبك. لو عجبتك ما تنسيش تدخلي قناتي تعملي لي لايك واشتراك.